يوما في الجهات منظما رص الصفوف كما الصلاة تصفهم. الفيديو ده كان قبل اختفاء يوسف بسنة، فتخيل ان في يوم وبدون اي مقدمات تكتشف ان ابنك اختفى وكل الناس بتدور عليه والفاعل قدام عينيك ومن اقرب الناس ليك. وللأسف ان القصة دي مش خيالية، دي قصة حقيقية بتكشف عن اغبى واحقر خطة، وتكشف معاها ان مش كل اللي بنشوفه حقيقي ضد مجهول واصل الحكاية. لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهارده. قضية النهاردة من محافظة الدقهلية، وتحديدا من قرية الشوامي مركز بالقاس. تبدأ أحداث قصتنا يوم السبت 28/10/2023 لما طفل اسمه يوسف راح الدرس ومرجعش، وبعد مرور 24 ساعة اتقدم بلاغين مختلفين، الأول إن يوسف اختفى والتاني إنه اتخطف. ورغم إن البلاغين يعتبر واحد إلا إن الحقيقة كانت غير كده. بس في الأول وكالعادة عاوزين نصلي على النبي، وخليك فاكر إن بسرد عليك الأحداث بأدق تفاصيلها عشان أعيشك كل لحظة فيها، وإن الغرض مش الإطالة. خلونا في الأول نرجع بالتاريخ لسنة 2010 ونتعرف على الأحداث والشخصيات. وأول شخصية الأستاذ أحمد فتحي أبو زيد، في أواخر العشرينات وبيشتغل فني صيانة، ومش معروف وقتها كان شغال في مصر ولا في الكويت. وزي أي شاب من سنه بيدور على بنت الحلال عشان يكون بيت وأسرة، وبيتعرف بشكل أو بآخر على أستاذة دنيا اللي في منتصف العشرينات، واللي فرق السن بينهم حوالي 4 سنين. إنسانة محترمة ومتعلمة وبتشتغل مدرسة، ويحصل نصيب ويتجوزوا والحياة تستمر بينهم. وخلال فترة جوازهم اللي استمرت تقريبا 10 سنين ربنا رزقهم ب3 أطفال، واللي كان أكبرهم يوسف اللي بتدور حواليه أحداث قضية النهاردة. بس الحياة مش بتستمر ما بينهم وبيقرروا الانفصال، ومدام دينا بتعيش عشان تربي أولادها. يوسف وقت الواقعة كان في 6 ابتدائي وعمره 12 سنة. والدة يوسف أحسنت في تعليمه وتربيته، وده لأنه كان حافظ للقرآن وبيحب الإنشاد الديني، ده طبعا غير تفوقه في الدراسة ورغم صغر سنه، إلا إن والدته كانت بتعتبره راجل البيت، وده لأنه كان بيراعي إخواته اللي أصغر منه وبيذاكر لهم. وبالنسبة لعلاقة مدام دينا بأبو أولادها فكانت متصلة بكل احترام، وبعض المصادر توقعت إن في خلافات وشد بينهم، وده اللي هيتم استنتاجه خلال الأحداث. وفي وقت الواقع أستاذ أحمد كان في الكويت، والمعتاد إنه بينزل أجازة كل سنة. بس يوم السبت 28/10/2023 النور هيقطع ويوسف يختفي. الشارع اللي ساكن فيه يوسف أغلبه أهل وقرايب والده، وفي اليوم ده المفروض إنه هينزل الساعة 2 الظهر عشان يروح أكتر من درس، واللي آخرهم كان درس عند عمته. بس يوسف ما راحش الدرس، وتتفاجئ مدام دينا إن عمة يوسف بتتصل وبتسأل يوسف اتأخر ليه. مدام دينا وقتها حست إن في حاجة غلط، وما شكتش حتى إن يوسف كطفل ممكن يكون بيلعب ونسي نفسه، عشان كده اتصلت بالدرسين اللي كانوا قبل درس عمته، والاتنين قالوا إن يوسف ما جاش النهارده. وهنا اتحول القلق والخوف لرعب، وبدأت المنطقة كلها في البحث عن يوسف. ولما الموضوع اتعرف وسط الناس بدأوا يقسموا نفسهم مجموعات، وكل مجموعة بتبحث في مكان. ناس بتدور في المناطق والشوارع المجاورة، وناس عند الدروس اللي بيروحها يوسف، وناس راحت لبيوت أصحابه عشان يسألوا عليه، وبدأوا ينشروا صور ليه على الفيسبوك وطبعوها ووزعوها في الشوارع. الناس دي كلها كانت بتخدم سواء من أهل يوسف أو حتى جيران بتحب يوسف لأنه فعلا يتحب. كل ده حصل خلال 7 ساعات وبدون أي نتيجة. بس الساعة بقت 11 بالليل ويوسف لسه مرجعش، والسبع ساعات الوقت كان بيعدي فيهم بصعوبة ما بين مشاعر مختلفة وأفكار متناقضة. والوحيدة اللي كان قلبها حاسس إن في حاجة غلط هي الأم، ويوسف مش معاه تليفون عشان حتى يطمنوا عليه. وقتها أهل أستاذ أحمد اتصلوا بيه في الكويت وبلغوه باللي حصل وإنه لازم يرجع فورا على مصر. والمنتظر دلوقتي إن الأب والأم يعملوا محضر بتغيب الطفل عن المنزل. بس الغريب إن الأب والأم اتهموا بعض. الأب بيتهم الأم إن دي لعبة منها ووسيلة للضغط عشان يردها لعصمته، وعمل ضدها محضر. والأم بتعمل محضر في الأب وبتتهمه إنه ورا خطف الولد لأنها رفضت إنه يعيش مع جدته وبيضغط عليها. وفي الحقيقة إن المحضرين ما فيهمش أي منطق، بس الشرطة ممكن تاخد بلاغ الأم بعين الاعتبار، خصوصا إن آخر درس كان عند عمته، وإن معظم الشارع قرايب والد يوسف. عشان كده بدأت التحريات الجنائية بالبحث عن يوسف في كل الأماكن اللي بيتردد عليها واللي ممكن أي طفل من
من سنه يكون بيروحها، ووارد ولو حتى بنسبة 1% إن يوسف يكون غير خط سيره اليوم ده. وخد بالك إن خط سير يوسف تفصيلة مهمة، لأن يوسف رغم صغر سنه إلا إنه كان منظم ونمطي. وخليك فاكر إن نمطية يوسف وخط سيره وإن الشارع فيه أهل والده كل دي تفاصيل هنرجع لها. ولو فعلا والد ووالدة يوسف ملهمش دخل في اختفائه، يبقى الظن المبدئي إنه اتخطف بغرض الفدية، وده لأن والده في الكويت وحالته المادية ميسورة. والسيناريو الأسوأ إنها تجارة أعضاء. وقتها تم توسيع دايرة البحث من رجال الشرطة للقرى المجاورة، والساعات بتعدي وما كانش فيه أي نتيجة. أهل يوسف اللي كانوا متماسكين بدأوا ينهاروا، خصوصا بعد مرور أكتر من 72 ساعة على اختفائه. وفكرة إن يوسف ممكن ما يرجعش تاني كانت فكرة مخيفة بالنسبة لهم. ورغم صعوبة الفكرة إلا إنها كانت عمالة تزيد كل ما الوقت بيعدي. أهل يوسف كانوا بيتمنوا إن التليفون يرن، سواء حد هيطلب فدية أو إن الشرطة تكون وصلت لابنهم. وبعد أكتر من 8 أيام كاملين ما بين رعب وتوتر وقلق، الشرطة كلمت الأب وطلبت منه الحضور هو والزوجة. بس للأسف مكالمة الشرطة ما كانتش المكالمة اللي بيتمنوها. الشرطة أثناء البحث جالها بلاغ بوجود جثمان لطفل غرقان بنفس مواصفات يوسف. والطفل الغرقان ده كان في منطقة اسمها بحر يسري، منطقة مهجورة وبعيدة عن العمران وفيها بحر ومزارع سمكية، وبتبعد عن بيت يوسف حوالي 34 كيلو. يعني مستحيل إن الجثمان ده يكون ليوسف ابنهم، لأن إيه اللي ممكن يودي يوسف هناك؟ ده غير إن المكان ده أصلا ملوش أي مواصلات من المنطقة اللي يوسف ساكن فيها. فخلينا نقول مبدئيا إن مفيش أي سبب مقنع يخلي يوسف يروح هناك. وطبعا كل دي كانت أفكار بتدور في ذهن الأب والأم، أو بمعنى أصح دي كانت الأفكار اللي بيصبروا نفسهم بيها. والصادم إنهم أول ما وصلوا لقوا إن الملابس اللي الطفل الغريق لابسها هي نفس ملابس يوسف، لكن المية خلت الملامح مطموسة ومش واضحة. وتم نقل الجثمان للطب الشرعي وإجراء تحليل الدي إن إيه، واللي نتيجته هتأكد هوية الطفل. ويوم الثلاث الموافق 7/11 الطب الشرعي أكد إن ده جثمان يوسف ابنهم. ورغم إن واقع الصدمة كان كبير عليهم، إلا إنهم محتاجين إجابة لأكتر من سؤال، وأولهم إيه اللي ودى يوسف المنطقة دي رغم إنه عمره ما راح هناك؟ والأهم ليه يوسف كان مربوط حوالين وسطه حبل وفي آخره حجر وزنه أكتر من 5 كيلو؟ وفي الوقت ده يتم صدور التقرير النهائي للطب الشرعي، وفي بيان الصفة التشريحية إن الطفل يوسف توفى نتيجة الغرق، وإن مفيش على جسمه أي علامات لتعدي أو كدمات نتيجة الضرب. وده طبعا ينفي فكرة إنه كان مخطوف. ونتيجة وجوده في المية لفترة حتى لو كانت قليلة طمست أي دليل ممكن يوصل الشرطة لطرف خيط. ويتم تسليم جثمان الطفل يوسف لأهله ودفنه يوم الأربع 8/11، ويتم قفل القضية إن يوسف أنهى حياته بنفسه، وتتأيد القضية ضد مجهول. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ليه طفل عنده 12 سنة يعمل كده في نفسه؟ ومجموعة استنتاجات تانية خلت فكرة إن يوسف يعمل كده فكرة مستحيلة، زي إن مثلا يوسف لو قرر ينهي حياته فكان في بحر على بعد دقيقتين من بيته، يعني مش مضطر إنه يروح لمكان مقطوع ومالوش مواصلات. والأهم إنه إزاي ربط نفسه بحبل وفي آخر الحبل حجر وزنه تقيل. يعني مستحيل إن طفل من سنه وبنيانه الجسماني يقدر يشيله لوحده بدون مساعدة. وساعتها الكل قال إن أكيد يوسف حالته النفسية كانت سيئة، واكيد ده بسبب انفصال والده ووالدته. وبالنسبه لاهل يوسف كانوا بيعانوا من الكلام ده، غير حالتهم النفسيه واليقين اللي جواهم ان اكيد في فاعل. وفكره انهم مش قادرين يجيبوا حق ابنهم او حتى يثبتوا ان في فاعل ورا الحادثه كانت فكره مرعبه. عشان كده قدموا اكتر من تظلم لاعاده فتح القضيه والتحقيق فيها مره تانية. وبعد 4 شهور وتحديدا في شهر فبراير سنه 2024 الشرطه اتصلت بالاب للمره التانية وقالوا له انهم قبضوا على الجناه اللي ورا حادثه ابنه. وايوه انت سمعت صح، الجناه، يعني مش 1 ولا 2. ورغم حزنهم اللي لسه ما انتهاش الا ان وقتها كانت مشاعرهم مختلطه ما بين دهشه ازاي الشرطه وصلت للجناه بعد قفل القضيه، وفرحه ان حق يوسف هيرجع، وخصوصا ان احساسهم من البدايه هو اللي كان صح. استاذ احمد من فرحته كان عاوز يبلغ كل الناس وبالاخص اقرب 2 ليه، واللي كانوا مش سايبينه في البحث عن يوسف ولا سابوه حتى في اجراءات الدفن والعزاء. واتحرك استاذ احمد على اسم الشرطه، وهناك عرضوا عليه ال3 جناه، علاء والسيد ورانا. والصادم ان 2 من الجناه ولد عمه. منهم لله، ربنا ينتقم منهم. يعني مش قادره اقول حاجه لان مش مستوعبه. هو كبير واول فرحتي واول ما شفته واول كل حاجه في الدنيا. انا كنت اتوقع تصوروا معايا يا اولاد وهو يعني في ثانويه العامه ناجح ولا متفوق. انا مش متوقعه اصلا ان يوسف بقى قتله وجايين محكمه وعاملين الحاجات دي كلها. ربنا ينتقم منهم. نشر صوره للمجرم الرأسي المدبر الاول هو علاء
راس الافعى زي ما بيقولوا، وهو بيحضر غسل يوسف وهو معاه في الاسعاف وهو بينقله بالظبط. انا نفسي اشوفه هو كان بيبص له ويبص لي ويحط وشه في الارض. هو ازاي اصلا جاله كفر كده؟ ده كفر، ده استهانه حتى يعني ما عملش حساب، استغفر الله العظيم، من ربنا، منه لله، ربنا ينتقم منه يا رب. وان شاء الله يا يوسف انا عارفه ان انت في مكانه كبيره قوي دلوقتي، عارفه يا قلب امك ان انت في مكانه كبيره قوي، ادعي لنا بقى. أستاذ أحمد اتصدم لما شاف علاء والسيد وإنهم هم اللي ورا اللي حصل لابنه، وينطبق عليهم مثل يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته، والأغرب إنهم كانوا أكتر اتنين بيدوروا على يوسف. والصادم أكتر بالنسبة لأستاذ أحمد إن دول الاتنين اللي كان عاوز يبلغهم حتى قبل ما يبلغ أهله، عشان كده وقتها طلب من ضابط الشرطة إنه يروح وكفاية الصدمة دي النهاردة، لأنه مش هيقدر يسمع أي حاجة من اللي حصلت، وتاني يوم هيكون حاول يستوعب ويجي عشان يطلع على أقوالهم ويعرف إيه هو الدافع ورا فعلتهم. بس في الأول خلينا نتعرف على الثلاث جناه، وأولهم الرأس المدبرة علاء حمادة محمود أبو زيد، سنه 28 سنة، خريج حقوق وبيشتغل محامي. والتاني السيد عبد الله عرفة، سنه 50 سنة ومتزوج وعاطل بدون عمل. والتالتة رنا محمد عبد النور، مطلقة وعندها طفلين، وهي والسيد متجوزين عرفي، وبعد الواقعة اتطلقت من السيد واتجوزت عرفي من راجل تالت. ونيجي للخطة اللي المخطط الرئيسي فيها كان علاء، واللي والد يوسف بيعتبره ابنه الكبير، ده غير ان والد ووالدة علاء يبقوا ولاد عم أستاذ أحمد. ونظرا لصلة القرابة والثقة اللي أهل يوسف بيتعاملوا بيها مع علاء، بدأ يفكر ازاي يستفيد من أهل يوسف ويستغل معرفته بأدق تفاصيل حياتهم والخلافات اللي بينهم. وطبعا الفكرة اللي لسه ما اكتملتش، الوحيد اللي ممكن يساعده فيها السيد صاحبه وقريبه، والسيد عرض عليه ان رنا تكون الشريكة الثالثة ليهم، وان دورها هيكون مهم في الخطة، ويبدأوا هم الثلاثة يرسموا أحقر وأغبى خطة. رغم غباء خطة علاء والسيد اللي كانت ممكن تتكشف، إلا إن كل حاجة فيها كانت مرسومة صح، وما كانوش عاملين حسابهم إن في حالة نجاح خطتهم لو يوسف رجع لأهله هيكون اتعرف على شخصياتهم. ونرجع للخطة اللي بدايتها كانت إن رنا تقعد لمدة أسبوع تسجل كل تحركات يوسف باليوم والساعة، ولأن يوسف كان منظم ونمطي زي ما قلنا، فكان بينزل وبيرجع في مواعيد ثابتة وخط سير ثابت. وفي الوقت ده كانت الكهرباء بتقطع لتخفيف الأحمال حسب جدول وتوقيت محدد وثابت، والساعة 2 وقت نزول يوسف النور كان قاطع وكاميرات المراقبة فاصلة. ويقابله علاء اللي كان منتظره قدام مخزن موجود في بيت السيد، ويطلب منه انه يساعده ويشيل معاه كرتونة تقيلة ويدخلوها جوه. وبمجرد دخول يوسف المخزن بيكمم بقه ويكتفه هو والسيد، وبيحطوه في اخر المخزن ويشغلوا قرآن بصوت عالي عشان لو يوسف صدر منه اي صوت محدش يسمعه. ورنا كانت قاعدة مع يوسف عشان تحرسه، والمفروض انهم هيبدأوا في الخطوة الثانية من الخطة ويطلبوا الفدية. بس نزول الاب من الكويت وتحرك الاهل للبلاغ مع بحث الشرطة المستمر خلاهم مش قادرين يفكروا، وعشان يبعدوا أي شك عنهم كانوا بيدوروا على يوسف لمدة 6 أيام مع أهله، وفي نفس الوقت كانوا بيدوا يوسف كميات كبيرة من المهدئات عشان ما يحاولش يقاوم ويفك نفسه. والمفارقة المؤلمة في القصة إن والد يوسف بيقول إنه كان بيقعد قدام المخزن ده منتظر رجوع ابنه، وما يعرفش إن يوسف جوه متكتف بدون أكل وشرب، واللي فاضل في عمره مجرد أيام. علاء والسيد ما كانش قدامهم حل غير انهم يخلصوا من يوسف. وقتها السيد جاب عربية اخوه ودخل بيها جوه المخزن، وحط يوسف في شنطة العربية ومعاه حبل وحجر، وفوق كوبري على بحر يسري وقفوا ونزلوا يوسف اللي عرف ان دي خلاص النهاية. وبجملة اتحرك الحجر بيقول لعلاء لو حضرتك هتموتني انا عطشان وعايز اشرب. طفل بدون اكل وشرب لمده 6 ايام، وطلبوا الاخير بق ميه، وعلاء والسيد بيرموهم رابطينه بالحجر من غير حتى ما ينفذوا له اخر طلب. وبعد اكتشاف الجثمان هم الاثنين اللي وقفوا على غسله ودفنته وتقبلوا العزاء بدموع تماسيح. الغريب ان لما تم القبض عليهم اتضح انهم كانوا بيخططوا خطه جديده عشان يبداوا في تنفيذها. ورنا في الوقت ده كانت اتطلقت من سيد وشغاله في محل فراخ، وحكت لشخص اسمه حماده عن كل اللي حصل، وانها ما كانتش عارفه انهم هيخلصوا على يوسف، وافتكرت انهم هينقلوه لمكان تاني. ولما عرفت انهم رموه في البحر هددوها انها لو اتكلمت هيخلصوا على اولادها. والمعلومه طلعت من حماده وفضلت تتنقل لحد ما وصلت للشرطه اللي قبضت على رنا واعترفت بكل حاجه. وبعدها تم القبض على السيد اللي اكد كلام رنا، واخيرا تم القبض على الراس المدبره علاء اللي رسم وخطط لكل حاجه، حتى اشاعه ان يوسف خلص على نفسه كانت من تاليفه عشان الكل يرددها من بعده، وتحريات المباحث تتاكد ان ده الدافع. أنا محمد عبد محمد. رامي شهر يا رامي شهر من حاجة فراخ. يعني حصل الكلام ده وان انتوا خدتوه وقعدتوه في البيت عندكم، كنت لسه على ذمه السيد وطلقك خلاص يعني مطلقه حاليا. ايه اللي خلاك تقعدي مع حماده ده وتحكي له يعني؟
انا كنت ماشيه مصروف على بطي لا يعني ايه اللي خلاكي تفكري تحكي له يعني وتقولوا له على اللي حصل يعني؟ عشان حق يوسف يرجع. ضميرك يعني أنبك كده وضميرك صح يا رنا يعني. وكنت هم كانوا مهددين العيال. وكانوا بيهددوكي برضه؟ أيوة. كان مين اللي بيهددك؟ مين اللي بيهددك؟ هو قالوا لي لو فتحت بقك هنجيب عيالك قدامك. انت معاكي اولاد؟ انا معايا اثنين. معاكي 2 من السيد ده ولا من غيره؟ لا من بابايا. من الاهل. من الاولاني. كنت متجوزه قبل كده؟ ابو ولاد. ابو ولادك وما زال عايش يعني. ويوم 21 مارس بتنعقد أول جلسة محاكمة للثلاث جناه، وفي يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024 يصدر أول حكم ضد علاء والسيد بالقصاص. أما بالنسبة لرنا اتحكم عليها بالسجن المؤبد. علاء حماده محمود ابو زيد والسيد عبد الله محمد العرفي ورنا محمد عبد النور محمد، انتوا الثلاثه كده استباحتم ارواح الناس والطفل الصغير البريء عشان تتحصلوا على اموال، وده كان جزاء. حكمت المحكمه حضوريا للمتهمين الثلاثه وباجماع الاراء للمتهمين الاول والثاني، اولا بقبول استئناف المتهمين الثلاثه شكلا، ثانيا وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر بإعدام المتهمين علاء حماده محمود أبو زيد والسيد عبد الله محمد العرفي شنقا عما أسند إليهما. ثالثا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر بمعاقبة المتهم رنا محمد عبد النور محمد بالسجن المؤبد عما أسند إليه. رابعا تأييد الحكم المستأنف بشأن مصادرة الأدوات المضبوطة وألزمت المتهمين الثلاثة المصروفات الجنائية. رفعت الجلسة. وبعد الحكم يتحول الحزن الفرح برجوع حق يوسف اللي كان هيضيع ويفضل ضد مجهول، المجهول اللي يعتبر أقرب الناس ليه، وأهله كانوا هيفضلوا مخدوعين في شياطين على هيئة بشر. قصة يوسف صحيح وجعت قلوبنا، بس علمتنا إن الخطر مش شرط يكون بره البيت، ساعات بيكون ساكن جواه. يا ريت ندعي ليوسف في الكومنتات بالرحمة وربنا يصبر قلب والده ووالدته، ويا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات عايزين نتكلم عن إيه الفترة الجاية. لايك وشير وكومنت يدعمنا لو عجبك المحتوى. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. دمتم في أمان، سلام.